نجاح سلام وسبب فشل زيجاتها الثلاثة ومتى توفيت. ولدت نجاح سلام عام 1931 في لبنان. والدها هو الملحن محي الدين سلام، وجدها هو عبد الرحمن سلام مفتي لبنان. ذهبت مع والدها إلى القاهرة عام 1948 لتبدأ مشوارها الفني كمطربة، وقدمت أول أدوارها في السينما عام 1952 في فيلم على كيفك. تزوجت نجاح سلام 3 مرات، أول زيجاتها عام 1955 من المطرب اللبناني محمد سلمان، واستمر الزواج 10 سنوات، وأثمر الزواج عن بنتين هما سمر وريم، وتم الطلاق لاختلاف الطباع بينهم، خاصة بعد شهرة نجاح سلام الكبيرة. وبعد الطلاق بعام ونصف تزوجها مرة أخرى، ولكن تم الطلاق سريعا. ثاني زيجاتها عام 1970 من فؤاد مقبل، واستمر الزواج 20 عاما، لكن تم الطلاق حسب ما قالته نجاح سلام لخيانته لها وعلاقاته المتعددة. أما ثالث زيجاتها من طبيب يدعى عدنان، وتم الطلاق سريعا لأنه لم يحتمل شهرتها الكبيرة. اعتزلت نجاح سلام عام 2000 وارتدت الحجاب.